السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذه الصور وهذه اللقطات التي تجسد لنا جليا مظهر أو ظاهرة ما يسمى بالكسوف والخسوف. ما عسانا أن نقول إلا وسبحان الله تعالى واستغفر الله العظيم ونتوب إليه. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا ربنا، فإن لم تغفر لنا فلن يغفر الذنوب إلا أنت. فما علينا إلا أن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكسوف كآية عظيمة تذكر الناس بالله وتدفعهم إلى الخوف منه والرجوع إليه سبحانه وتعالى، بحيث قال عند حدوث هذه الظاهرة قال: وجب علينا صلاة ما يسمى بصلاة الخسوف، وكذلك وجب الدعاء ثم الاستغفار كما قلنا. وفي رواية أخرى يجب التصدق بما تيسر من صدقة، بحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذن كما قلنا وجب الإكثار من الدعاء وكذلك الاستغفار والتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، ثم الصدقة، ثم ذكر الله والتضرع إليه بالدعاء طبعا. فالكسوف والخسوف هي آيتان من آيات الله، وليس بسبب وفاة شخص أو ولادة شخص ما. والأجمل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح اعتقاد الناس الذين كانوا يظنون أن الكسوف أو الخسوف يتم عندما كسفت الشمس يوم وفاة ابنه إبراهيم، فقد ظن الناس أن الكسوف حدث بسبب وفاة إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وحياته هنا أي ولادة شخص ما. فقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. والفرق بين كسوف والخسوف: فكسوف الشمس يحدث عندما يحجب القمر ضوء الشمس كليا أو جزئيا، بينما خسوف القمر يحدث عندما تدخل أجزاء من القمر في ظل الأرض. إلى هنا أتمنى أن يكون هذا المقتطف، هذا الفيديو مفيد للبعض، وحبذا لو إذا كان كسوفا أو خسوفا مرة أخرى ينبغي الصلاة، وأن نعلم أبناءنا وأطفالنا وأهلنا في البيت ما ينبغي فعله في هذه اللحظة، وطبعا ألا وهو الاستغفار والدعاء ثم الصدقة ثم صلاة الكسوف لما لها من فضل وأجر، وتذكرون بعظمة الله سبحانه وتعالى، وتذكرون بالآخرة، وتذكرون بملكوت السماوات والأرض. إلى هنا ما بقى لي غير نقول لكم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ومزيدا من الثواب والمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الاستغفار والدعاء كذلك والصدقات وجميع أعمال الخير يا رب، لنا ولكم ولجميع المسلمين. تقبل الله منا ومنكم، ودمتم في صحة جيدة وبخير وسلام. مع السلامة.